شكرا السيد الرئيس المحترم. السيد الوزير، اولا بغيت نهنيك بالثقه المولويه بتعيينكم وزيرا على هذا القطاع. احنا متاكدين بان غادي توفق ان شاء الله في التدبير ديالو. السيد الوزير، من خلال المداخلات ديال السيدات والساده النواب كيبان اولا بان كاين مجهود كبير دارته الحكومه في هذا القطاع، لا على مستوى التشريعي وعلى المستوى المادي والمالي، وكذلك هذا الشيء كنظنوا بانه غير مسبوق في التاريخ ديال القطاع. ولكن كاين جوج ديال الملاحظات السيد الوزير بغيتك تاخذها بعين الاعتبار. اولا، غياب العداله المجاليه في العرض الصحي الوطني، والسيدات والساده النواب كل شيء كيتكلم على هذا الشيء. وبغيت نعطيك مثال على هذا، ندوي على اقليم سطات. ندوي على اقليم سطات كاين 650 الف نسمه. المستشفى الاقليمي ديال سطات عنده 61 عام. يعني هذا المستشفى دار ملي كانت عدد الساكنه ديال الاقليم 30 الف، اليوم هذا العدد تضرب في 20 تقريبا. وبالتالي اليوم هذا المستشفى ما بقاش كيلبي الحاجيات ديال الساكنه. كاين عندنا 86 مركز صحي، 6 ديال المراكز السيد الوزير اللي تم التاهيل ديالها، و80 مغيبه على التاهيل. وراني تكلمت معك ذاك النهار خلال الاجتماع ديالنا. هذا الحيف خصنا اولا نفهموه وما خصوش يبقى، خصو يترفع على هذا الاقليم. وبغيت السيد الوزير باسم الساكنه نشكرك على الاستجابه السريعه ديالك على ان في سطات يكون مستشفى اقليمي يليق بالحاجيات ديال هذا الاقليم. وهذا الشيء غادي يعاون باش يحيد الضغط على السي اتش ديال الدار البيضاء. وما كرهتش هذا المستشفى الا كان بالمواصفات اللي تكلمنا عليها يكون واحد لانكس ديال السي اتش ديال الدار البيضاء. والسيد الوزير، الملاحظه الثانيه وهي النقص في الموارد البشريه. هذا الشيء راه غادي يبقى يتكرر في جميع اللقاءات معك. راه الحل الوحيد اللي كاين هو التنزيل السريع ديال المجموعات الصحيه الترابيه. وهنا نناشد كل الشركاء باش يتعاونوا معك السيد الوزير، وخاصه النقابات، باش هذا المشروع يتم التنزيل ديالو في اقرب وقت ممكن، لان هذا الشيء ضروري لمصلحه البلاد. وشكرا. شكرا السيد الرئيس المحترم. هناك من تعقيب اضافي اخر في الموضوع؟ اذا ما كانش نرجعوا للسيد الوزير، تفضلوا.